The Bluetooth device is ready to pair. أستاذ حسناء رئيس جمعية التوأم يكيل لأطفال التوحد بالعلوم الشرقية. الله يخليك، الاسم الكريم. اسمي كريم حسناء متذكر، رئيسة جمعية توأم لأطفال التوحد بالعلوم السيدنية. نعم. أستاذة حسناء، هناك تعطينا سبب لخروج هذا الوقفة هذا، وخاصة دابا نحن الآن في منطقة العيون وقدام إحدى المؤسسات التعليمية. احنا اولا قدام المؤسسه التعليميه ادريس الاول. نعم. الملحقه تاع ادريس الاول. نعم. خرجنا باش نتسائلوا على سبب اقصاء ديال اطفال التوحد من الاستفاده من هذا المشروع هذا ديال استغلال قسمين في هذه الملحقه هذه. نعم. لان كنا سنينا اتفاقيه شراكه مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديمي على هذا الاساس هذا، لان اطفال التوحد غيستافدوا جوج ديال لي كلاس، جوج ديال الاقسام في هذه المؤسسه هذه، وجوج ديال الاقسام التعليم الاولي. نعم. اذا بنا نفاجئ بان الاقسام بربعه دارت الاطفال التعليم الاولي. نعم. من سالنا قال لك لا، لانهم هما اولى. طيب، علاش صاوك انت بالضبط ورفعي الصوت ديالك؟ هذا هو السؤال، هذا هو اللي جينا نتسائلوا اليوم. لماذا الاقصاء؟ نعم. لماذا اقصاء هذه الفئه من الاستفاده من هذه الاقسام وحنا وهما نفس الحاجه ديالهم؟ هذه الاقسام هذه ظاهره الظروف اللي كنعيشوها والكلاسه اللي كنشطوا فيها قسم واحد لا يكفي الاكثر من 11 ديال الدراري ديال الاطفال، وكنديروا هذا كنديروا الافواج بالافواج، يعني ما عندناش الكلاس في المشي. طيب، واش ممكن تقولي لنا واش كاين لوبي مثلا؟ لوبي حاول انه يحاصرك وما بغاكش مثلا تستفيد انت بهذا التدريس ديال هذه الفئه ديال المتوحدين. توحدين. تفضلي. ما فيش مش فكره علاش نعم. ربط الاقصاء هذا وعلاش هذه الفئه هذه وعلاش تسميه التزام واحد الاتفاقيه وعندنا ترخيص سيدي المدير الاقليمي. نعم. ومن بعد كيتراجع علاش، ونزيد انه من فعل الصوت ديالنا ووصلنا غير نص الصوت ديالنا نتوصلوا بواحد الاشعار بفسخ اتفاقيه شراكه بدون سابق انذار وبدون قانون. طيب، بالمناسبه انت الان حررتي بيان حقيقه رقم واحد، بمعنى انك سوف تسترسلين في هذه المحطات النضاليه ببيان حقيقه رقم 2 ورقم 3 الى حين توصل الى حل معكم انتم. طيب، ممكن تقرين هذا البيان؟ بيان حقيقة رقم 1 على إثر ما قدمت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تاوير عبر سلطانها الإداري في شخص السيد رشيد شرويط، الذي رخص لجمعية توأم لأطفال التوحد بالعيون القيام بمهمة دعم لفائدة أطفال التوحد بتاريخ 13 نوفمبر 2019، حيث تمت الإجراءات القانونية بين الأطراف الثلاث المصادق عليها لدى السلطات المختصة قصد توفير حجرة دراسية مستقلة بمركز التعليم الأولي والتربية الدامجة إعدادية إدريس الأول، مجهزة بالعتاد لفائدة أطفال التوحد، نسخة من اتفاقية عندكم، إلا أنه هو بقدرة قادر وبتعليمات فوقية تم ضرب الاتفاقية عبر مراسلة 20 نوفمبر 2020 من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية والتكوين بإقليم تاوريت وبدون مبرر قانوني ليسقط مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق في فخ اللا قانون ومديره بتاوريت في خانة الشطر في استعمال السلطة وسوء تسيير وتدبير ناهيك عن لغة الخشب بدل لغة الإدارة. فهل يعقل تسطير اتفاقية مصادق عليها وتسحب في الأخير؟ نعم. وعليه فإن جمعية توأم لأطفال التوحد تندد بهذه التصرفات الطائشة واللا إدارية واللا قانونية، وتدعو مدير الأكاديمية للعدول عن مسألة الانسحاب من الاتفاقية بدواعي واهية، كما أن الجمعية سوف تسطر برنامجا نضاليا مطلبيا قصد استفادتها من الحجرة الدراسية كباقي الشركاء الجمعويين بالإقليم. وللعلم أنني أتلقى رسائل كتابية وشفوية من طرف أولياء أطفال التوحد حول مآل هذه الاتفاقية، وسوف أحيلهم على السيد المسؤول على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، ربما يجد لهم جوابا مقنعا. ونطلب لجنة ملكية افتحاصية لتنظر في هذه الاتفاقية التي تشوبها نواقص قانونية. طيب، شكرا بزاف على تلاوة هذا البيان. انت كتطلبي في اخي البيان لجنة ملكية افتحاصية
النظر في مثل هذه الاتفاقيه التي تشوبها نواقص قانونيه. كنت ديجا قلت لنا باللي النواقص القانونيه انه تم الاتفاق ثلاثه: المديريه الاقليميه للتوريث، اكاديميه وجده، والجمعيه ديالكم ديال جمعيه التوأم. وهذه الاتفاقيه مصادق عليها عند السلطات. يعني انت ما علموكش اثناء الفسخ، ما بغاوش واحد يفسخوا الاتفاقيه نهائيا ما تمش الاعلان ديالنا كجمعيه، وما تمش الاشاره لنا ولو عبر الهاتف. ما كاين شي نعم. اعلان ولا اشعار. نعم. نعم. طيب شحال عندكم تلميذ في القسم؟ حنا اليوم كنشكروا مع 12 تلميذ نعم. تلميذه. نعم. عندنا في الجمعيه ماشي لحد لانه ما كاينش، راه كاين فين باش تعرف بان مدينه العين سيدي ملوك راه فيها عدد كبير ديال اطفال التوحد، ولكن كما نقولوا كان المقر ما عندناش. عندنا لائحه الانتظار، ولكن الى مات حنا كنجريو باش اننا نوسعوا، باش ان كلشي التلاميذ يستافدوا، كلشي اطفال التوحد، لانهم فئه صعبه جدا. في حالة ما إذا لم يتم التوصل معكم بحل، واش ممكن تلتجئ للقضاء المحكمة الإدارية؟ وتلجأنا مسبقا، حنا التجأنا للقضاء ورفعنا قضية، لأن مشينا قال لنا حنا هذا السيد المدير الاقليمي قال لنا حنا هاد الاقسام هادو غيداروا التعليم الاولي لانهم اولى من اطفال التوحد. نعم. وهذه راها اصلا هنا كيلغي النص الدستوري ديال حق التعليم للجميع. هذه راه حضرنا، وذاك البرنامج ديال التربيه الدامجه اللي كنا نحضروا له في المديريه الاقليميه، ودرنا عليه تكاوين وهضر معنا بشخصه بان الاطفال ما خصهمش هذا يتقسى، وما خصهمش خصنا نوقفوا معاهم، بالاخير كنلقاو الاقصاء كيجي منه. طيب احنا بحكم اننا متواجدين في المكان وامام مجموعه من الاولياء واباء التلاميذ، بغيناك تقدم لنا شي واحد يقول لنا شي كلمه تودينا اضافه في هذا الموضوع. تفضل. السلام ورحمه الله. الاخ اسم كريم. زهير محمد، اب الخدمه التوحديه. الجمعيه دابا ديال 10 سنين، وكل عام كيقولوا لي يعني غادي نديروا لكم غادي حنا موعديننا مع الاكاديميه مع وزاره التربيه الوطنيه بان غادي يديروا لنا مركز، غادي يديروا لنا كذا، غادي بقات هادشي. هاد الجمعيه فيها قسم صغير 4 متر على 4 متر، ما غاديش يكفي واحد العدد تاع حتى واحد خصو على الاقل تاهيل نفسي، تاهيل التخاطب. لا دابا عرفت علاش خصونا في هاد العيون، ما عرفتش واش حنا مستهدفين واش شي حاجه بحال هكا، الله اعلم. المهم حنا الاطفال ديالنا كيكبروا، واللي عنده ابن ولا اطفال هو اللي يحسب هذا الشيء، اللي ما عندوش هذا الشيء اطفال ولا شي حاجه ما غاديش يحسبوهاش. وعشان ما تعطيوش العام اللي داز ديال واحد الوقت على اتفاقيه وصارت مع اكاديميه مع وزاره التربيه مع مدير مع النيابه التوريث، نعم. انهم غادي يديروا لنا واحد الاقسام هنا في هذا المركز اللي كتشوفوه قدامكم ديال تابع التدريس الاول. نعم. على اساس انهم غادي يخصوا واحد الحياه من واجب واحد الاطفال، بالتالي كنتفاجئوا بفسخ هذه الشراكه. قالوا لنا الله اعلم، وخصونا ما عرفناش علاش. حنا اطفالنا ضايعين. طيب هذا هو شي كلمه اخيره، رساله ديالكم اللي بغيتوا توصلوها انتم هذا وقت. اللي يوقفوا معنا هذا الشيء اللي كنطلب، وكنطلبوا هذا الشيء عشان مالي. شكرا جزيلا. شكرا. كانت هذه مداخله ديال اولياء اطفال التلاميذ ديال العيون، وشكرا جزيلا لك. طيب اضافه للمقال التصريح الصحفي ديال الاستاذ حسنه، بحكم ان السلطه الان متواجده، السلطه المحليه، بغيناك تعطينا كلمه ولو موجزه مقتضبه عليهم، مثلا واش كيرحبوا بالمجتمع المدني، واش كاين شي، قولي لنا. اولا كنشكركم انتم كصحافه اللي جيتوا لنا مرحبا. ديبلاسيتو من الوجه تاعنا. مرحبا. وكنشكروا السلطه اللي حاضره معنا بكري وكيقوموا بالواجب ديالهم، كنشكرهم بزاف لان التدخل ديالهم كان في اطار التوعيه نعم. السلامه اللي رحنا نظرا لهذه الظروف اللي حنا فيها. شكرا لهم. شكرا. شكرا. روح. تفضل. اسم كريم. حنان واش كاع؟ حنان الفلاقي. عندك تلميذه هنا في الفلاق؟ عندي ولد. كي سميتو؟ يونس الداودي. في توحدي. راكي عارفه على جيتي هنايا. قولي لنا السبب. انا بغيت ولدي، احنا محرومين من اي حاجه، بغيت ولدي يقرا، بغيت ولدي يتعلم. نعم. ولدي راه ما كيهضرش، الهضره هي التاليه راه ما كيهضرهاش. انا بغيت ولدي يهضر معايا، بغيت ولدي يقرا كيف الاطفال العاديين. حنا محرومين بزاف د الحوايج. انا بغيت ولدي
يتعلم حتى هو يقرا ويهضر معايا ويفرحني. انا راني مقهوره من جسمي بزاف. انا كناشد الملك ان شاء الله يدير لنا الصحه ديالو ويدخل ويدير لنا شي حل. حنا بغينا اطباء، ولدي ما كيهضرش ما كيتمشاش مزيان. انا بغيت ولدي يقرا وبغيت حتى هو يتعلم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا. هيا سنه قولي لنا اسمك كريم، تفضلي تحية. قولي لنا اسمك كريم. نعم. انت ديال بنات الجمعية؟ لا احنا اطر تربويه للاطفال. تبارك الله، أطر تربية، مزيان. شحال من سنة وانتم مع الجمعية؟ احنا مده 4 سنوات وحنا كنشتغلوا هذه الجمعيه، والمديره ديالنا حسناء متوكل كتقدم المشاريع للدوله والاخر ما كيقبلوا لهاش هاد المشاريع. اتفاقيات. كيتم الاقصاء ما ديالها. عرفتيش علاش السبب؟ ما عرفناش باش يستافدوا هاد الاطفال وباش يستافدوا الامهات والاباء. نعم. وحنا كاطر تربويه كيتم الاقصاء ديالنا ما عرفناش علاش. الله اعلم. ربما هذه أول اتفاقية اللي وقعت تبرمج ما بين المديرية التكليفية لوزارة التربية الوطنية والتكليفية، ربما أول اتفاقية. طيب دابا حنا في العيون مثلا وشو الرسالة اللي توصليها أنت، الرسالة للمسؤولين؟ حنا بغينا هذه الجمعيه الصيت ديالها ويسمعوا لها مسؤولين ويقدموا لها الاطفال، يقدموا لهم حوايج محرومين منهم حتى هما كاطفال. خصهم التعليم، خصهم بزاف د الحوايج، خصهم يعيشوا كاطفال عاديين. يلا انت كي سميتك؟ مليكة. عندك معانا 6 سنين. فاش راكي تقراي؟ ثالث. مزيان. شكون الرئيسة ديالكم؟ حسنا كتعرف تخدم؟ كتخرجكم مزيان؟ وكنبغيو نديوها عليكم، نديوها الوجدة. نديوها الوجدة ولا تقعد هنا في العيون؟ صافي مزيان. وراكي عارفة علاش جيتي هنا ولا ماكيش عارفة؟ أنا عارفة. علاش جيتي هنايا؟ سلامتها. مزيان. شكرا جزيلا. يلا شكرا. برافو.